لقي شابان مغربيان مساء الثلاثاء مصرعهما في ظروف غامضة أثناء ممارستهما رياضة مائية على دراجة نارية بشاطئ السعيدية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القتيلين، وهما فرنسيان الجنسية، دخلا المياه الجزائرية عن طريق الخطأ في مرسى بن مهيدي بصحبة 3 أشخاص آخرين، وتعرضا لإطلاق النار من قبل حرس الحدود الجزائريين. وأكدت مصادر متطابقة أن أحد الأشخاص المتورطين معتقل حاليا لدى السلطات الجزائرية، فيما لم يتم العثور على أي أثر للاثنين الآخرين. وأضاف أن الحادثة تعود إلى مساء الثلاثاء، عندما انطلق الشباب ال5 من ميناء السعيدية للقيام بجولة بلجيت سكي باتجاه منطقة رأس الماء بولاية الناظور. السعيدية واصلت مسارها ودخلت المياه الجزائرية. وأكدت المصادر نفسها أن المستشفى الجهوي لبركان استقبل جثتين، فيما يجري التحقيق في الحادث من قبل عناصر الدرك الملكي بسعيدية وبركان بأمر من النيابة العامة المختصة. ورفض مصطفى بيتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الإجابة على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الخميس، مؤكداً أن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص الجهات القضائية. أفادت منظمة الصحة العالمية الخميس أنه في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023 تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 6.3 عن 28 يوما السابقة. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها: على مدى 28 يوما الماضية من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023 تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وأكثر من 1000 حالة وفاة، بزيادة قدرها 63% وانخفاض بنسبة 63%. 48% على التوالي مقارنة بال28 يوما السابقة. اعتباراً من 30 أغسطس 2023 كان هناك أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. أعلن الناخب الوطني وليد الكراكي قائمة المنتخب المغربي استعداداً لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس إفريقيا للأمم بأكادير يوم 9 سبتمبر، والمباراة الودية الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 12 سبتمبر. الشهر نفسه في فرنسا. وشهدت قائمة الرجراجي أول ذكر لمجموعة من الأسماء، مثل لاعب بايرن ليفركوزن أمين عدلي، وترقية مجموعة من اللاعبين تحت 23 عاماً، مثل أمير ريتشاردسون وإسماعيل سيوباري، بينما غاب حكيم زياشي عن هذه القائمة. في الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكراد، ناصر مزراوي، غانم سايس، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله، جواد الياميق، عبد الكبير أبقر. خط الوسط: أمير ريتشاردسون، عز الدين أنهي، سفيان أمرابط، بنيامين بوشواري، سليم عملي، بلال الخنوس، أمين حارث. الهجوم: إسماعيل السيباري، إبراهيم صلاح، عبد الأصمد الزولي، زكريا أبو خليل، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، وليد شديرة، أمين عدلي، عبد الرزاق حمدله. انتهت نشرتنا الإخبارية القصيرة. نشكركم على حسن المتابعة. وفضلا وليس أمرا نرجوكم أن تدعمونا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وذلك تشجيعا لنا لتقديم المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.